وفقا لمؤهلاتها وقدراتها. حرصت بلادنا على إدماج مقاربة النوع في السياسات والبرامج التنموية، وعلى مأسسة المساواة بين المرأة والرجل في مختلف القطاعات، وتحديد تدابير مؤسساتية كفيلة بضمان التوازن في تمثيلية النساء والرجال على جميع المستويات. وعملت بلادنا أيضا على اعتماد استراتيجية وطنية همت بالأساس تعديل القانون الجنائي وتضمينه بقوانين جديدة تهم المرأة، ومناهضة التحرش الجنسي وكل أشكال العنف ضد النساء، فضلا عن محاربة ظاهرة الزواج وتشغيل القاصرات وضمان حقوق العاملات، وإحداث مراكز للاستماع تخص النساء المعنفات. كما منحت بلادنا الجنسية لأبناء المغربيات المتزوجات بأجانب. وصدق المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أنواع التميز ضد المرأة، والتي تنص على أن التنمية الشاملة للمجتمعات تقتضي أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة والرجل على حد سواء في مختلف الميادين. ولقد شكلت مدونة الأسرة منعطفا تاريخيا في مجال التشريع المغربي وقفزة نوعية لتعزيز حقوق المرأة والطفل. ولقد كان الإعلان جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 10 أكتوبر يوما وطنيا للمرأة دلالة رمزية لتزامن الإعلان مع موعد تقديم هذه المدونة أمام البرلمان، وهي إشارة قوية من جلالته تؤكد حرص بلادنا على ترسيخ مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي يستند على المساواة ومناهضة التمييز. حضرات السيدات والسادة، انسجاما مع هذه التوجهات أولت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومن خلالها الأكاديميات والنيابات التابعة لها اهتماما بالغا لقضايا المرأة، وذلك بدمج البعد النوعي في السياسة التربوية ورفع التحدي لإشراك المرأة في تدبير الشأن التربوي وتشجيعها على تقلد مناصب الإدارة التربوية سواء على مستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي. وتحرص الوزارة أيضا على تشجيع تمدرس الفتاة في الوسطين الحضري والقروي وكذا الفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع التعلمات والمتعلمين على المشاركة الفاعلة في الأندية التربوية وفي مجالس التدبير المؤسسات التعليمية. حضرات السيدات والسادة، إن اليوم العالمي للمرأة يرمز لنضال المرأة من أجل المساواة ومناهضة الإقصاء، وإنه محط لاستعراض المكتسبات والإنجازات التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حققتها المرأة المغربية، ومناسبة تستحضر خلالها تضحياتها وقدرتها على التوفيق بنجاح بين مسؤولية الأمومة وأشغال البيت وضغوطات العمل، وتستحضر خلالها أيضا مساهمة المرأة المغربية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل حرية واستقلال المغرب وانخراطها في مسيرة الدفاع عن وحدة وسيادة الوطن، وجهودها الطامحة إلى بناء مجتمع تسوده قيم التربية على المواطنة والمحبة والسلام والمناصفة والعدالة الاجتماعية. غير أن ما حققته المرأة من مكتسبات لم يكن وليدة لحظة، فتحية تقدير واحترام لكل نساء المغرب اللواتي أشرقت أسماؤهن وأضاءت إنجازاتهن في الحقل التربوي والثقافي والرياضي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحقوقي، ولمشاركتهن الفاعلة في الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لعاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس أطال الله في عمره. حضرات السيدات والسادة، في ختام هذه الكلمة أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للسيد والي جهة مكناس ستافيلات على ما يقدمه من دعم متواصل لقطاع التربية والتكوين بهذه الجهة
وللسيد رئيس الجماعة الحضرية المكناس على انخراطه في كل المبادرات التربوية الهادفة إلى تنشيط الحركة الثقافية على مستوى العاصمة الإسماعيلية. الشكر موصول أيضا للسادة عمال صاحب الجلالة على عمالة وأقاليم الجهة، وللسادة الرؤساء والسيدات والسادة أعضاء المجالس والغرف المنتخبة على دعمهم للقطاع باعتباره مكونا من مكونات التنمية المحلية والجهوية. الشكر موصول كذلك إلى كل مكونات أسرة التربية والتكوين بالجهة، وللشركاء والفاعلين على جهودهم الحثيثة لكسب الرهانات التربوية. وفق الله بلادنا في مساعيها لتحقيق انتظارات المرأة المغربية وتطلعاتها. ومرة أخرى تحية للمرأة المغربية، وتحية مجددا للمرأة العاملة بقطاع التعليم سواء بالإدارة أو بسلك التدريس، من حيث أنها تتواجد في كل المناطق الحضرية والجغرافية. فمتمنيات لكن أيتها العاملات بقطاع التعليم وللمرأة عموما مزيد من التوفيق والتألق حتى تساهموا في تحقيق ما يسمو إليه المغرب من عزة وتنمية تحت قيادة عاهل البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله.